لو اتعلم البرمجه اونلاين هيكون افكتيف؟ خلينا نبدا بامثله حقيقيه لرواد اعمال ناجحين ابتدوا مشاريعهم اونلاين. مثلا مارك زاكربيرج مؤسس فيسبوك بدا من اوضته في الجامعه، والنهارده فيسبوك بقت واحده من اكبر السوشيال نتورك في العالم. مدرسه 3C قدمت فرص تعليميه مميزه لاطفال من سن 6 ل 18 سنه من كل انحاء العالم. الطلاب بيقدروا يتعلموا مع احسن مهندسين وفي مجالات متنوعه من البروجرامينج والاي اي. طب ابني هيتفاعل ازاي؟ التعليم مش فيديوهات متسجله، لكن في تفاعل مع الانستراكتور وزمايلهم، والجروبس بتساعد على تبادل الافكار والمشاركه، وفكره الكوميونتي ده هو اللي هيحبب ابنك في السيشن. طب هنعمل ايه في المدرسه والتمرين؟ بنوفر لك الحريه في تنظيم وقت، يقدر يتعلم في اي وقت يناسبه سواء الصبح او بالليل وفي ايام اجازته كمان، وده بيساعد يوازن بين الدراسه والحياه اليوميه. طيب في نتائج فعليه؟ طبعا في. احنا دربنا طلاب في اكتر من 21 دوله قدروا يعملوا مشاريع حقيقيه باستخدام الاي اي ولغات البرمجه من سن صغير، وقدروا يشوفوا تحسين كبير في مهاراتهم، ومنهم اللي حقق دخل بالدولار، ومنهم اللي طلع على منصات زي تيدكس، ومنهم اللي طلع في لقاءات تلفزيونيه، وده بسبب انجازاتهم العمليه. يعني البرمجه اونلاين اكيد هتكون افكتيف جدا لو استخدمناها بشكل صح في مكان موثوق. سجلوا دلوقتي في 3C المعتمده من ستيم وحاصله على ايزو 21001.